بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من قبله فهو المقبول، ومن رده فهو المحروم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن المرحومين في هذه الأيام الطيبات المباركة. ماذا لو أحبك الله سبحانه وتعالى؟ وهذا هو اللقاء السادس والعشرين. لو أحبك الله سبحانه وتعالى لرزقك الشوق إليه وحب لقائه سبحانه وتعالى. ماذا لو أحبك الله سبحانه وتعالى لرزقك الشوق إليه وحب لقائه سبحانه وتعالى. وهذه منزلة عظيمة جدا لا يصل إليها إلا صاحب قلب سليم. هذا القلب قد امتلأ حبا وإيمانا وشوقا بالله تبارك وتعالى، فوصل إلى هذه المرتبة العالية، ألا وهي الشوق إلى الله وحب لقائه سبحانه وتعالى. فلو أحبك الله سبحانه وتعالى لرزقك الشوق إليه وحب لقائه سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، الله أكبر، فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه: أيها المحب لربك المشتاق لقربه المسارع في مرضاته، أبشر بقرب لقاء الحبيب فإنه آت، وكل آت إنما هو قريب، فتزود للقائه. الله أكبر. فلو رزقك الله تبارك وتعالى الشوق إليه وحب لقائه سبحانه وتعالى فاعلم أنه يحبه. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي يشتاقون إلى رؤيته والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى وحب لقائه سبحانه وتعالى. قال الحبيب النبي كما أخرج الإمام البخاري رحمة الله عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله تبارك وتعالى أي إما في الدنيا وإما عند احتضارك، كما قال أهل العلم. إما في الدنيا أن يتجهز العبد إلى لقاء ربه تبارك وتعالى ويستعد لهذا اللقاء فيكثر من الطاعات ومن القربات لله تبارك وتعالى حتى يجعله الله تبارك وتعالى من السعداء على رؤوس الخلائق. فمن أحب لقاء الله وهو في الدنيا فليستعد إلى لقاء الله تبارك وتعالى حتى يسعده الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهذا عبد تجهز إلى لقاء ربه، تجهز بالعمل الصالح وبالقربات والطاعات إلى رب العالمين تبارك وتعالى، امتلأ قلبه شوقا وحبا إلى لقاء ربه فعمل وقدم حتى يسعده الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق. والقول الثاني: إما عند احتضاره، وهذا الأرجح كما ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن شريح ابن هانئ أتى أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فسمع منه حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقال شريح: فأتيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقلت: يا أماه، سمعت حديثا من أبي هريرة، إن كان كذلك فقد هلكنا. قالت: وما ذاك؟ فحدثها بهذا الحديث الطيب المبارك، فقالت: سألت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس كذلك، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس كما تظنين أو كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا طمح البصر وحجرج الصدر واقشعر الجلد فعند ذلك، أي عند احتضار العبد، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فلو ثبتك الله تبارك وتعالى عند احتضارك وجعلك
موفقا للنطق بالشهادة وجعلك محبا للقاء الله تبارك وتعالى، فأبشر فإن الله يحبك سبحانه وتعالى. وقال القائل: حبيب لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب جل عن شخصي وعيني، ولكن عن فؤادي لا يغيب. فلو أحبك الله سبحانه وتعالى لرزقك الشوق إليه وحب لقائه، وتجهزت لهذا اللقاء بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى يرفع الله تبارك وتعالى رأسك على رؤوس الخلائق ويسعدك سعادة ما بعدها سعادة. وتأمل معي في رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وشوقه وحبه للقاء ربه تبارك وتعالى. أخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه من حديث أنس بن مالك يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا ونحن مع رسول الله المطر، أي نزل المطر. فيقول أنس: فحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه، أي عر النبي عن جسده من أعلى حتى أصاب المطر جسد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال أنس: يا رسول الله، أراك صنعت شيئا لم أعهدك تصنعه من قبل. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: إنه حديث عهد بربه تبارك وتعالى. هذا المطر حديث عهد بالله تبارك وتعالى. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: وهذا يدل على شوق النبي وحب لقاء النبي لربه تبارك وتعالى. بل وهذا نبينا أيضا صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى بقيع الغرقد وأخذ معه أبا مويهبة، فخير النبي محمد بين الدنيا والخلد فيها وخزائن الدنيا وما فيها، وبين لقاء الله والجنة. فذكر ذلك لأبي مويهبة، فقال أبو مويهبة: فاخترنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي الذي امتلأ قلبه شوقا لله وحبا للقاء الله تبارك وتعالى: قال: لا يا أبا مويهبة، فقد اخترت لقاء ربي والجنة. فامتلأ قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام شوقا وحبا إلى لقاء ربه تبارك وتعالى. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما ذكر الإمام القرطبي رحمة الله عليه، كانت تأخذ المصحف الشريف بين جنبيها في أحضانها وتقول: هذا كلام ربي، شوقا وحبا لله تبارك وتعالى وحبا للقاء الله تبارك وتعالى. وهذا سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، عنه وعن أبيه في غزوة بدر. يقول سعد: فاستهمت أنا وأبي على من يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من يمكث مع إخوتي، إما أبي وإما أنا. فخرج سهمي، فقال أبوه: يا سعد، اتركني أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد رضي الله عنه وارضاه: والله يا أبتاه، لو كانت غير الجنة لآثرتك بها. امتلأ قلبه حبا وشوقا، ويعرف أن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتطاير فيه الأشلاء وتتقاطع فيه الأجساد وتتطاير فيه الرؤوس، فقتال شديد ومرير. ولكن يقول لأبيه: يا أبتاه، والله لو كانت غير الجنة لآثرتك بها، شوق وحب للقاء الله تبارك وتعالى. فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك في غزوة أحد يقول خيثمة: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ قلبه شوقا وحبا للقاء الله تبارك وتعالى، فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لقد كنت حريصا على أن أخرج معك يوم بدر، ولكن خرج سهم سعد فخرج وآثرني على أن يخرج معك يا رسول الله. والله لقد رأيته في رؤيا البارحة في أحسن صورة، ويتنعم ويسرح في ثمار الجنة وأنهارها، ويلوح إلي بيدي: يا أبتاه، الحق بنا ترافقنا في الجنة، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فيقول خيثمة رضي الله عنه وارضاه: فيا رسول الله، فإني اشتقت إلى مرافقة سعد، وقد كبر سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي. كبر سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعوا الله أن يرزقني الشهادة في سبيله.
فدعا له النبي محمد عليه الصلاة والسلام فرزق الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى في غزوة أحد، ورزقه الله تبارك وتعالى مرافقة الأنبياء والشهداء والصالحين وولده سعد. فلو أحبك الله تبارك وتعالى لرزقك الشوق إليه، ولرزقك حب لقائه سبحانه وتعالى، وأن تتجهز لهذا اللقاء العظيم، لقاء رب العالمين تبارك وتعالى، حتى يسعدك على رؤوس الخلائق. فتجهز لهذا اللقاء، لأن من أحب لقاء الله تجهز لقائه، تجهز بالعمل الصالح، تجهز بذكره، تجهز بقراءة القرآن، تجهز بالصدق على الفقراء، تجهز لما يحبه الله تبارك وتعالى، والله تجهز لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، حتى يحبك الله تبارك وتعالى. فلو أحبك الله سبحانه وتعالى لرزقك الشوق إليه، ولرزقك حب لقائه سبحانه وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا شوقا إليه وحبا إليه، وأن يحببنا إليه، وأن يحببنا إلى لقائه، فإنه لذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.